السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن شاء الله بإذن الله هنعمل حاجة جميلة ولذيذة بإذن الله، 2 في 1. هنعمل الرز بلبن ومعاه البسبوسة. بس بصراحة أكلة جميلة جدا 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 جدا، أو حاجة حلوة جميلة جدا جدا جدا، وهتعجبكم إن شاء الله. هنعمل البسبوسة بطريقة سهلة جدا للناس اللي هي عمرها ما بتعرف تعملها، او اللي هي اول مرة تعملها. هعملها لكم بطريقة بسيطة جدا وجميلة جدا بكل تكاتها، وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. معانا كوباية سكر، ماشي، معانا نص كوباية سمنة، ومعانا كوباية لبن. المفروض المعتاد بتاعها، يعني ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله، المفروض ان هي بتاخد كوبايتين لبن، بس انا هعملها بكوباية لبن لان انا هعمل كده كده رز بلبن. لكن لو انت هتعملي البسبوسة فقط، فركزوا معايا في الحتة دي. هيبقى معاكي كوباية السكر هتكرمليه زي ما انا بكرمله دلوقتي، معاها كوبايتين لبن، ماشي، معاها نص كوباية السمنة بتاعتك. كوباية السمنة بتاعتي هنا انا حاطة سمنة نباتي عادي، ومزوداها بمعلقتين سمنة بلدي. تمام. انا هنا هو بكرمل السكر معاك واحده واحده خالص، ما بجيش لمتها خالص نهائي الا لما بلاقيها ان هي بدات تكرمل معايا في الاطراف، فببدا ان انا احركها علشان خاطر بس ايه، ما تاخدش لون زياده عن اللي في النص، فاهميني؟ يبقى كلها واخده لون واحد. ببدا اقلب عشان كده. هنا بقى كنت انا معايا زبيب في الجنب كده بقصقصه عامه، عشان خاطر ان شاء الله ايه يكون كويس وجميل معايا، وعشان ازود الكمية عامة معايا. فاهمين الفكرة في ايه؟ يعني انا بقصقص الزبيب علشان يبقى معايا كمية حلوة معايا. هنا البسبوسة ديت انا لما بعملها لوحدها، فانا بعملها زي ما قلت لكم، كوباية السكر معاها كوبايتين لبن معاها نص كوباية، بتطلع معايا طرية وجميلة وبرضك متماسكة، واكنك بتاكليها من بتاعة المحلات بالظبط. هنا اهو كنت بوريكم ان انا ايه، حاطه معلقتين سمنه بلدي. هنا كان خلاص اللون بتاعي خلاص اتكرمل الحمد لله كويس، بدات انزل عليها بالسمنه بتاعتي، وهبدا انزل عليها بكوبايه اللبن. ركزوا هنا بقى في الحته ديت، عشان خاطر كل ما هتخش في الخطوات ديت كل ما انتي هتحس ان الامر صعب، بس هو مش صعب. بص السكر معايا بيتكاتل عادي خالص، هتنكي تقلبي لغايه اما السكر يرجع يدوب تاني. هنا لما كنت باجي اعملها عامه كنت بعملها بوريكم ان انتوا خلوا بالكم، علشان خاطر مجرد ان انت بتقلبي جامد او حاجه ممكن تتلسعي، ان السمنه تتنطر عليكي وكده، فانتوا خلوا بالكم من النقطه دي قوي، لان فعلا بتبقى خطيره جدا. ربنا يعافينا يا رب. لما باجي بقى ما باجي اعملها بحط اللبن سخن، بس بيفور معايا جامد، فبضطر اقفل النار، وبعد كده ايه لغايه اما ايه ده وارجع تاني ايه اولعها. فانا ما رضيتش احب ان انا احط اللبن بتاعي وهو سخن، عشان ما يحصلش معايا الحركه دي او ما تاذيش برضو، لانها برضو هي ايه، الامر فيها صعوبه في الحته دي. بس والله هو سهل، مجرد ان انت ايه واحده واحده معاها كده هتاخدي لون بسبوسه تحفة، هتاخدي طعم زي طعم المحلات، هتاخدي قوامة ولذاذة كده وانت بتقطعي البسبوسة بطريقة جميلة. لا بجد جميلة. بس اعملوها زي ما بقول لكم كده واحدة واحدة ان شاء الله، وهتبقى جميلة ومش هتندموا من عمايلها ابدا، لان هتعتادوا الطريقة دي على طول. هنا هو كنت خلاص الحمد لله قفلت النار بقى، ماشي، وبدأت ان انا هو احطها على البسبوسة بتاعتي وبقلب كويس. هنا بقى هي محتاجة تاني مني مادة سائلة، فرحت حاطة في مكان السكر اللي انا مكرملاه، رحت مزودة بتاع 4 كوباية لبن، لان انا مش عايزاها طرية زي ما انا بعملها لوحدها، انا عايزاها يكون فيها نشوفها برضو بسيطة، عشان خاطر انا هعمل رز بلبن عليها. فاهمين الفكرة في ايه؟ هنا اهوت كنت بدأت ان انا ايه، ادهن الصينية بتاعتي بالمادة الدهنية بتاعتي بالسمنة بتاعتي. بصوا بقى انا هقول لكم على تكات ازاي بقى تفرديها. انا حطيت 4 كوباية مية في الصينية اللي كانت مطرحة في الطبق اللي كان مطرحه بسبوسة، وببدأ بحط ايدي عليها وابدأ افرد العجينة بتاعتي.
ماشي، او بفرد البسبوسة بتاعتي يعني عادي خالص. بدأت اهو ازينها بالسوداني بتاعي. ماشي، هرجع اقولها لكم تاني، لو انت هتعملي البسبوسة فقط باذن الله هعملها لكم برضك حلقة ان شاء الله لوحدها. لو انت هتعملي البسبوسة فقط لوحده هتزودي بدل ما هي كوباية لبن واحدة، لا كوبايتين لبن. تمام. هنا هو بدأت ان انا بزينها. في الوقت ده بقى انا كنت مولعه الفرن عشان الفرن يسخن. ماشي، انا بحطه في درجة 180 درجة في فرن مسبق التسخين. تمام. هنا هو كنت بقطعه بوريها لكم وبدخلها الفرن. هنا بقى عندي بالظبط كوبايتين، بوريكم كوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز غسلتهم ورحت حاطه الميه بتاعتي يتسلق فيها الاول، واحط معاها رشه ملح فقط. المفروض ان انا اغطي الحله، بس انا مرضتش اغطي الحله علشان خاطر انا عايزه اوريكم ان هو اول لما يغلي احنا هنعمل ايه. فاهمين الفكره في ايه؟ انا هسيب الرز. المفروض ان انت بعد ما بتحطيه، بوريكم بقى ان انا هنا اهوت وانا مقطعه الزبيب علشان يديني كميه كبيره. يبقى المفروض ان انا بعد ما بحط الرز بروح مغطيه وسايباها تستوي عادي. ماشي، وبعد كده بنزل عليها بكميه اللبن بتاعي. تمام. هنا كده اهوت بدايه الايه، الغليان بتاع الرز اهو. طبعا انا بسرع الفيديو يا جماعه والله علشان خاطر ايه، ما تقلش عليكم، وفي نفس الوقت المعلومه توصل كما يجب باذن الله. بدات اهوت غطيته وبدا يفور، فبقلبه وهرجع تاني اغطي وهدي النار عليه. كده كان خلاص الحمد لله. هنزل باللبن بتاعي. الحله بتاعت اللبن ما شاء الله فيها قشطه، فاحنا مش هنهدره، هنحطه كله باذن الله. هنا البسبوسه بتاعتي بصوا اللون والجمال. هنا بقى مرضتش اكتر في سقيان الشربات ليها كتير، يا دوبك كان نص ازازه شربات عندي نزلت عليها فقط. هنا بقى بغير مكان الحله واحط ايه البسبوسه. هنا بقى كنت بعمل ايه، جبت طبق فيه شويه ميه وحطيت 5 معالق نشا. تمام، 5 معالق من المعلقه الصغيره. بدات اهوت احط، كنت انا حطيت كوبايتين سكر بقى. برضك مرضتش يعني ازود في السكر علشان خاطر ما يبقاش الاكل معايا دسمه، ويحصل لما احنا ناكله ولا حاجه بعد الفطار ولا حاجه، فيحصل عندك في الصيام مثلا تاني يوم ولا حاجه في صدرك حرقان كده بسبب السكر او الكلام ده او كده. لا انا مرضتش اكتر من السكر عشان خاطر يبقى الاكله كده بتاكليها كده وانت مستمتعه، وفي نفس الوقت بتاكلي بقلب جامد. بس بجد جربوها مش هتندموا. هنا بقى لما جيت لما هاجي هعمل الرز بلبن هتلاقوه مميمي شويه، يعني ما فيهوش اللي هو ان هو تقيل او كده، لا انا عايزاه بالطريقه دي وما تقلقوش. هو هيمسك يعني بعد ما هيبرد هو هيمسك. ليه بقى انا عايزاه هنا مميمي شويه؟ عشان خاطر عايزه ان انا لما اجي انا هجيب الطبق بتاعتي او البوله بتاعتي، هحط فيها قطعه من البسبوسه وبعد كده عليها الرز بلبن، فيبدا الرز بلبن وهو لسه طري مش متماسك ولسه يعتبر فيها ميه بسيطه كده او مش ماسكه قوي، يبدا ان هو ايه، البسبوسه تشرب منها. فاهميني؟ فتاخد الاتنين من بعض. بص بوريها لكم اهو، طالعه معايا هي ناشفه وجميله، مش ناشفه قوي وفي نفس الوقت مفروله. فاهمين الفكره في ايه؟ يعني بجد نتيجتها مبهره. طبعا بتبقى طريه عن كده بقى، وبتبقى جميله جدا 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 لما تزودي كوبايه اللبن كمان. هنا بقى كان بدأ ان الرز بلبن بتاعي ينتهي بيخلص. ببدأ هو بقى اوزع في الاطباق بتاعتي البسبوسة الجميلة اللذيذة ديت. بجد يا جماعة جربوها، رز بلبن ببسبوسة لا طعم تاني، خرافة تانية، بجد خيال.
يعني يعتبر الأكلة بتاعتنا المفضلة أو الحلو بتاعنا المفضل. بصوا الرز بلبن بقى هنا هو كان ايه، بيغلي، هو اصلا يعتبر انتهى، بس انا مش عايزه اعمله الا لما اخلص الاطباق كلها. بصوا بوريكم ان هي فيها نسبه ميه عادي، يعني مش متماسكه جامد، لكن بعد ما تبرد خالص هتبقى متماسكه وجميله جدا جدا جدا. انا بس بقعد اقلب فيها كل شويه عشان مش عايزاها تلزق او يحصل لها اي حاجه. قبل بس اما اخلص البسبوسه بتاعتي تقطيعها وكده. بترمي معايا كميه حلوه واطباق جميله جدا. هنا اهوت كنت بوريكم النشا لما اجي احطها اهو. شفتوا انا حطيت ايه بقى؟ فانيليا في الاخر. في الاخر كده عند ما انا خلاص هقفل بحط الفانيليا بتاعتي علشان تفضل ثابته في الرز بتاعي، الرز بلبن بتاعي. لو انا كنت حطيت الفانيليا في الاول هتطاير ماشي ومش هستفاد بيها، لكن في الاخر لا، حطيها ان شاء الله مش هتندمي. بص اهو الرز بلبن ايه، مسيله ازاي. وشوفوا بقى لغايه اما اخلص ان شاء الله اطباق هتكون ايه، متماسكه وجميله جدا جدا جدا. اهو شايفين الفكره. طبعا بنزل كده باللبن، الرز بلبن وهو سخن على البسبوسه، فبتندمج مع الرز بلبن. يا نهار ابيض طعمه بتبقى جميل سبحان الله يعني. لا بجد بتبقى حلوه. ما شاء الله ما شاء الله. رمت معايا كميه جميله جدا من كوبايتين رز بلبن، من كوبايتين رز يعني، معذره. بصوا ما شاء الله الكميه اهي، شايفين. هنا بقى كانت اللهم صل على حضرة النبي، اتبقى معايا بسبوسة تاني، بس الرز بلبن خلص. فببدأ افرول البسبوسة على وش ايه، الاطباق كده تديني منظر جمالي حلو. شايفين المنظر. وهحط بقى الزبيب بتاعي. كنت المفروض بصراحة احط جوز هند، بس انا لا، قلت الموضوع هيبقى اوفر قوي، فكفاية الزبيب بالبسبوسة. بصوا المنظر اهو، الزبيب بتاعي اللي انا مقطعاه. لا بجد جربوها يا جماعة مش هتندموا. طبعا حلقتنا كده انتهت الحمد لله، فضلا وليس امرا. لا ما تنسونيش بالاشتراك